أول شيء مرحلة فيها عدوان. المعارضة احنا كشعب نعارض هذا العدوان بشكل عام، أي عدوان على سوريا نعارضه، وبقدر الاستطاعة نقدم الغالي والنفيس حفاظا على التراب السوري. طبعا حسب ما متابعين الأرض الواقع الأهداف كثيرة، حينما الاعتداء بهالكيفية أولا هو الاعتداء على الإنسان السوري ومن ثم على الأرض السوري. الأهداف منها كثيرة، من ضمنها نعلمها ومن ضمنها نجهلها. أما قرار خلف أجندات، خلف شيء يريدونه هم ينفذونه على تراب وأرض سوريا الحبيبة. الشعب السوري تعرض لمؤامرة من 10 سنوات، وهي مؤامرة كبيرة. فحاليا هاي نعتبرها حينما نقف صفا واحدا كسوريين ونترك النزاعات أو كذا، ونحافظ ونعتبر أننا نحن سوريين نحافظ على هذه الأرض، حينما نكون يد بيد نشد بعضنا بعض، لأنه الاعتداء ليس على سوريا وشعب سوريا. فدائما نجلس ونقول الاعتداء على الإنسان، والإنسان هو غاية الحياة. فحينما نريد نحافظ على بعضنا كسوريين ضد أي عدوان، أي هجمات، أي احتلال، يجب أولا أن نكون سوريين، نحافظ على سوريتنا، نحافظ على هويتنا، نحافظ على اقتصادنا، نحافظ على بلدنا. فهكذا نقدر نقف أمام كل معتدي، أمام كل محتل، أمام كل متغطرس، أمام كل إنسان جبار يريد يخلق في هذه الفتنة. فالمؤامرة كبيرة، فالشعب السوري عانى منها الكثير من بدايتها. فإن شاء الله بقوتنا الحاملة البندقية والفلاح التي في أرضه حينما نقف، والمتعلم وفي كل الإدارات، إن شاء الله ننتصر على هذا العدوان ويقف إن شاء الله. بالنسبة للدولة التركية والحملة الإعلامية والأمور التي اتضحت لنا بالفترات الأخيرة، الدولة التركية تحاول أن تستفز استفزاز المجتمع الأوروبي بشكل عام، من أجل إخضاع المنطقة شمال شرق سوريا تحت سيطرتها، من أجل خلق تغيير ديموغرافي واستهداف المنطقة بشكل كامل في الحملة العسكرية الهمجية التي تقوم فيها المنطقة. وشعب المنطقة وأهالي المنطقة عانوا الكثير من التهجير والقتل والعنف الذي تمارسه دولة الاحتلال التركي على شمال شرق سوريا. نحن في شمال شرق سوريا المكونات الموجودة هم أبناء المنطقة وأهالي المنطقة، يستنكرون بأشد العبارات هذا الهجوم الهمجي على شمال شرق سوريا، ويناشدون المجتمع الدولي بشكل عام لوقف هذا العدوان على شمال شرق سوريا. عموما الهدف العدوان التركي على شمال شرق سوريا واضح. هم يريدون تغيير ديموغرافي حصرا في شمال شرق سوريا. هذا الهدف الذي يسعون إليه من أجل استهداف المكون الكردي تحديدا، في خلق تغيير ديموغرافي من أجل توطين العصابات الدواعش التي هم بالأساس هم من أتوا بهم من كافة دول العالم،
ويريدون استيطانهم في شمال شرق سوريا، ويسعون بشتى الوسائل من أجل هذا الهدف بأي حجج كانت، يعني مناطق آمنة أو إعادة اللاجئين أو أي حجج، يعني يحاولون في سبيل الوصول للهدف التغيير الديمغرافي. نحن شعبنا بكافة مكوناته بظل الإدارة الذاتية والمؤسسات وأخوة الشعوب في مناطقنا نقف متكاتفين في وجه هذا العدوان والهمجية التركية التي يعني تستهدف الإنسان. نحن متكاتفين ونقف مع قوات سوريا الديمقراطية للدفاع عن أرضنا وعرضنا وعن وطننا وكل من يحاول أن يعتدي علينا.